ازيكم يا عملاء الاكرام متابعينا. معلومه النهارده. احيانا ست البيت ما تكونش عارفه ازاي بتظهر الغسيل في الغساله في الاوتوماتيك. دي معلومه بسيطه عايز اقولها لك. خدي بالك ان الغساله لما تيجي في اخر شطفه للغساله تكون انت محضره علبه ميه او شفشق ميه بتدوب فيه الزهر اللي انت عايزاه، وتستني لما الغساله تاخد اخر ميتها في عمليه الشطف، اخر شطفه. اول ما تخلص الميه دي كلها ادلقي الميه وتبدا تلف ادلقي الميه اللي انت عاملاها في الشفشه دي، الميه المظهره في درج المسحوق في اي درج ان كان او في اي خانه ان كانت. بعد كده زقي الميه دي بازازه ميه صغيره تانية، بحيث ان انت تضمني ان الميه المظهره اللي متقلبه نازله على الغسيل وهو بيتقلب في قلب ميه، فبالتالي عمر ما الزهره هتلطش معاكي. وفي الوقت نفسه لما بتزقي بقيه اللون الزهره بازازه ميه عشان الزهره ما تعلمش في درج المسحوق معاكي. معلومه النهارده يا ريت تكون فادتكم لست البيت اللي مش عارفه الطريقه ديت. ولو لقيتوا المعلومة مفيدة تابعونا ولايك وشير، واعملوا متابعة للصفحة مركز الراعي الصالح مهندس مجدي مكرم 012 2 4542 034. شكرا.